بعد ما طلبتوا كلكم مننا في الكومنتس نعمل حلقه عن سلام الترجمان، فادي الحلقه. واحده من الرحلات اللي ما اتذكرتش غير في قصص التاريخ الاسلامي، واتذكرت في كتب كتير زي نظره المشتاق في اختراق الافاق للادريسي، وتاريخ الاسلام لشمس الدين الذهبي، واللي كلهم خدوها من كتاب المسالك والممالك لابن خردادة، واللي كتبها على لسان سلام الترجمان نفسه، واللي حكى فيها عن اغرب رحله حصلت لما الخليفه الواثق بالله شاف في المنام ان سد ياجوج وماجوج اتفتح. ساعتها الخليفه صحي مفزوع من النوم وبدا يفكر هيعمل ايه. ساعتها قرر انه هيبعت ناس تعرف حال السد، والمقربين ليه ساعتها رشحوا له ان انسب حد هو سلام الترجمان، صاحب ال 30 لسان، يعني بيقدر يتكلم 30 لغه. فامر الخليفه سلام الترجمان انه يبدا رحلته علشان يستكشف السد، وده من مدينه سرمنرائي اللي معروفه دلوقتي بمدينه ساموراء. وكان معاه 50 رجل قوي و200 بغل شايلين اكل وميه، وادى لكل راجل 1000 دينار اجر سنه، وادى لسلام 5000 دينار و10000 دينار ديه لو مات في رحلته. وبعت معاه كتاب لحاكم ارمينيا علشان يسهل عليه البعثه، واللي بعدها كتاب لحاكم اقليم السرير، وبعدها لحكام اقليم الال وفلانسا والخزر واقليم بحر قزوين. واستمرت الرحله لمده 26 يوم لحد ما وصلوا ارض سوداء وصفها ان ريحتها نتنه. فغطى الترجمان واللي معاه مناخيرهم بقماش عليه خل، وده علشان يحميهم من الريحه اللي صدر من المكان ده، واللي فضلوا ماشيين فيها 10 ايام لحد ما وصلوا للمدن كلها خراب. ولما سالوا عن سبب خراب المدن دي قالوا لهم ان ياجوج وماجوج كانوا بينزلوا المدن دي علشان يخربوها ويمشوا. فضلوا بعدها ماشيين لمده 20 يوم، وبعدها وصلوا لحصون قريبه من الجبل المقصود واللي اتعمل فيه سد ياجوج وماجوج. استغربوا جدا لما لقوا ان الناس اللي عند الحصون دي بتتكلم اللغه العربيه والفارسيه وبيقروا القران وعندهم مساجد. ولما سال سكان المدينه انتوا مين، رد عليهم الترجمان وقال لهم ان هم رسل امير المؤمنين. وهم كمان سالوه اسئله زي مثلا هل امير المؤمنين ده شاب ولا راجل كبير؟ رد الترجمان ساعتها وقال لهم شاب. فسالوه عن ارضه، جاوبهم الترجمان انها سرمنراي في العراق. واستغرب ساعتها الترجمان ان الناس دي ازاي مش عارفه الخليفه او حتى العراق. الترجمان كمل رحلته لحد ما وصل مدينه ايكا صاحبه الابواب الحديديه اللي كان بيروحها ذو القرنين وجيشه، واللي كان بين المدينه والسد 3 ايام. فكمل الترجمان رحلته، وفي اخر اليوم الثالث وصل فعلا للمكان اللي هو عايزه وشاف جبل مستدير. ووصف الترجمان السد وقال فج بين جبلين عرضه 200 ذراع، وهو الطريق الذي يخرج منه ياجوج وماجوج. بناه ذو القرنين بالحديد والنحاس حتى وصل لسطح الارض، وقال ان هو شاف باب حديد بطرفتين، كل طرفه منهم ارتفاعها 50 دراع وعرضها 75 دراع. ما بيدخلش من الباب ولا من الجبل ريح، كانهم لازقين في بعض. وعلى الباب قفل طوله 7 اذرع، والقفل ما يقدرش 2 رجاله يمسكوه مع بعض. وعلى القفل ده كان فيه مفتاح متعلق طوله دراع ونص، ومتعلق في سلسله ملحومه في الباب طولها تقريبا 8 اذرع، والحلقه اللي فيها السلسله تشبه حلقه المنجنيق. وعلى كل باب فيه حصنين، كل واحد منهم 200 دراع في 200 دراع، يعني تقريبا كده 200 متر في 200 متر. وعلى باب الحصنين دول في شجرتين وبينهم عين عذبه، وفي واحد من الحصنين دول موجود ادوات البناء اللي اتبنى بيها السد. وكان في بقيه من لبن الحديد اللي لزق في بعضه من الصدى. كان في بقى جمله مكتوبه على الباب فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. واتفاجئ الترجمان إن في فرسان متعلق في رقبة كل واحد منهم مرزبة. ولما سألهم قالوا له إن دول حراس السد، وبيكون ورث منهم زي الخلافة كده، وبيجوا السد كل يوم اثنين وخميس، وبيضرب قائدهم مرة على القفل في أول النهار وبيسمع الصوت جوه الباب، ومرة تانية آخر النهار والصوت بيكون أعلى، والضربة الثالثة بتكون وقت العصر وهنا صوتهم بيكون أعلى وأعلى. ولما سأل الترجمان عن السبب قالوا لهم إن الغرض إن يأجوج ومأجوج يعرفوا إن حراس السد لسه موجودين، وكمان يتأكدوا إن القفل والباب سلام. ولما الترجمان سأل على الباب هل الباب سليم ولا لأ، قالوا له إن الباب ما فيهوش حاجة غير شرخ سمكه زي الشعر. وده بقى قلق الترجمان، فسألهم هل ده يخليكم قلقانين؟ قالوا له لا مش قلقانين لأن الباب سمكه 11 ذراع. ساعتها الترجمان اطمن، ويقال ان خرج سكينته وخد قطعه من حجر السد علشان يكون اثبات للخليفه الواثق انه وصل للسد وانهم لسه جوه. وسال الترجمان حرس الجبل هل انتوا شفتوا ياجوج وماجوج قبل كده؟ فردوا عليه وقالوا له في يوم شفنا عدد منهم فوق الجبل، بس بعدها جت ريح سودة وقعتهم تاني جوه. وصفوهم ان طولهم متر او نص متر وشكلهم غريب جدا. وبعدها الترجمان رجع من رحله استمرت 18 شهر، 6 شهور ذهاب و12 شهر عوده. اتوفى 22 راجل في الذهاب و14 راجل في العوده، ورجع ساعتها ب 14 راجل و23 بغل بس. راح الترجمان للخليفه الواثق بالله وجاب له قطعه الحديد اللي جابها له من الجبل. ساعتها الخليفه الواثق بالله حمد ربنا وقرر يصرف 1000 دينار مكافاه لكل اللي رجعوا من الرحله. والرحله دي الادريسي استعملها بعدين كمرجع علشان يوصف بيها مكان السد في خريطته. ولو انت ما شفتش حلقه الادريسي ارجع شويه واتفرج عليها. ودي بقى كانت الحلقه اللي انتوا طلبتوها مننا. سيبوا لنا كومنتس عن رايكم في رحله الترجمان. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.